بدي أعطي رأيي بموضوع صار خلال الأسبوع الماضي بمباراة البرتغال وسلوفاكيا من وجهة نظر كمتابع. ما بدي أحكي لا إعلامي ولا غيره، لكن اللي قام فيه المعلق الكبير عصام الشوالي كان خاطئ بكل المقاييس. إذا بدك تعلق على مباراة البرتغال وتهاجم نجم البرتغال الأول وأسطورته كريستيانو رونالدو، أنا برأيي تختار مباراة تاني. إذا بدك تمدح بميسي عليك انتظار مباراة للأرجنتين أو بلقاء أحد طرفيه ليكون لا الأرجنتين ولا البرتغال. كلنا بنعرف المنافسة بيناتهم وكلنا بنعرف المنافسة بين جمهورينهم، لكن تعلق على مباراة للبرتغال وتحكي عن كريستيانو رونالدو بطريقة انه انتهى، هيدا شيء خاطئ لسبب واحد يا سيد عصام. جمهور العربي اللي بيشجع البرتغال 90% منه بيشجعهم بسبب كريستيانو رونالدو، مش بسبب حبه للاعبين الباقيين. في نسبة بتشجع البرتغال من وقت طويل من ايام لويس فيجو، روي كوستا وغيرهم، لكن النسبة الاعظم حاليا وباخر 15 18 سنة هن بسبب كريستيانو، وهيدا امر معروف. بدي الفت نظرك لامر صار خلال كأس العالم الاخيرة هون بقطر. الجمهور اللي كان متواجد بمباريات المنتخب البرتغالي هن جمهور كريستيانو رونالدو، ما كان في أكثر من 5000 برتغالي الأصل، أما الباقيين كلهم كانوا جمهور الدون، وبالتالي أغلبهم عرب. وبالتالي اليوم لا تنطر مباراة للبرتغال وتحكي هيدا الكلام عن كريستيانو رونالدو، هو مش مقبول. لا مقبول بحق كريستيانو ولا مشجعينه ولا حضرتك كمعلق كبير وأحد الأشخاص الناقدين الرياضيين المشاهير. انطروا اللحظة الأنسب لتحكوا الكلام اللي بتحبوه، لكن مش كل شيء فينا نحكي أيمتى ما بدنا، لأنه الأمور منا تصفية حسابات بل رياضية بحتة. كل الاحترام.